العالمين ولا صلاة ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له: ماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت كثير من عمل من صلاة ولا صوم، لكنني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنك مع من أحببت. فقال أنس: وأنا أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأسأل الله أن يحشرني معهم. وقال الصحابة: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بمثل هذا الحديث، إنك مع من أحببت. فكلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحب هو اتباع وانقياد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله من قبل، فإن طاعة الله ورسوله دليل محبة، فإذا أحبك الله نصرك الله وأيدك الله. عباد الله، في غزوة أحد كان المسلمون منتصرين، هزموا الكفار شر هزيم، لكن بمعصية واحدة ارتكبها الصحابة، ارتكبها الرماة عندما وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة وقال: لا تنزلوا من الجبل لو وجدتمونا قد أكل الطير من لحمنا لا تنزلوا حتى أبعث لكم، وإن كنا فائزين منتصرين لا تنزلوا حتى أبعث لكم. فلما رأوا الغنائم خالفوا أمر رسول الله، فنزل الرماة عن الجبل، فكانت الهزيمة بمعصية واحدة. وانظر لحالنا في هذه الأيام، كم من معصية وكم من أمر قد ابتعدنا عنه، وكم من نهي قد فعلناه. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء وليس كلاما، لكنه أفعال وأفعال. فأين أفعالنا؟ أين تطبيقنا لقول الله وقول الرسول؟ أين شرع الله؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ أين نحن؟ أين نحن يا عباد الله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين سنته؟ أين منهاجه؟ أين دينه الذي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالي والنفيس حتى يصل إلينا، وحمله الرجال على أكتافهم حتى يصلوا إلينا؟ فماذا صنعنا به؟ وماذا قدمنا للأمة؟ ماذا قدمنا؟ ماذا حافظنا على ديننا؟ بماذا حافظنا؟ بماذا ثبتنا؟ بماذا؟ المساجد خاوية، والقرآن مهجور، والسنة لا تتبع بل تهاجم من أهل الإسلام، ممن اسمه محمد ومحمود، يهاجمون السنة في ليل ونهار. فأين الحب وأين الاتباع؟ أين نحن عن صلاة الفجر؟ ونصر الأمة قادم بإذن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو لم يبقى إلا طفل صغير في البحر المتجمد هناك ولم يبقى إلا هو، لأتى حبوا
حبوا حبوا حبوا، ولا يدخلن المسجد الأقصى رغم أنوف الجميع، لأنه وعد الله ونصر الله. لكن السؤال أنا وأنت ماذا أعددنا لهذا النصر؟ شعارات، نعم، أبطال. كلام، نعم والله لا أحد يسبقنا بالكلام، لكن الأفعال أين؟ نصر الله آت بي وبك أو بدوني وبدونك، آت وحد الله، وحد الله، منتهي الأمر. لكن أين دوري ودورك؟ والله ما بيقدر إلا الدعاء، لا تقدر. نعم، دعاء وصنع أن يكون بيتك على الدين، على التوحيد، على القرآن، على السنة، وأن تكون أنت أولا ثم أهل بيتك. هكذا بإمكانك أن تصنع، حتى إذا سألك الله ماذا قدمت وماذا فعلت خلال عامين، تقول له صنعت أولادا على القرآن وعلى السنة وعلى التوحيد، لعلك تنجو. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إن أهلنا في غزة جوعى فأطعمهم، وأنهم عطشا فأسقهم، وأنهم عرايا فاكسهم، وأنهم بلا مأوى فآوهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين وثبت أقدامهم يا رب العالمين، وداوي جرحاهم وشافي مرضاهم، وتقبل شهداءهم في عليين المنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا قد اشتاقت للمسجد الأقصى، فارزقنا فيه صلاة الفاتحين المنتصرين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. وصلى اللهم على محمد